أين حسن زميرة الذي يقول وكان يتبجح: عندنا صواغيخ تصل إلى ما بعد هيفا وما بعد حيفا، أين صواريخكم الآن وأهل غزة يبادون؟ الحوثيون البارحة ماذا يقولون؟ لو كنا قريبين من أهل غزة لنصرناهم، وهم يتباكون. الأفاعي السامة أعداء الله صواريخهم كانت تقصف منتصف الرياض، كانت تصل إلى الرياض. الآن قال لو كنا قريبين لكنا نصرناهم. أين الحشد الشعبي في العراق؟ ما يسمونه الحشد المقدس، هذا الحشد الذي أنشئ لقتل السنة. إي وربي اسألوا ماذا يفعلون في العراق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن أهلنا أيضا في العراق وعن المسلمين في كل مكان. هؤلاء أعداء الله، وإن ظهر لكم في الإعلام أنهم أطلقوا صاروخا من هنا وهناك، كلها تمثيليات، وهم يقاتلون نيابة عن أمريكا وعن اليهود في المنطقة. دمروا العراق، دمروا سوريا، دمروا اليمن، دمروا لبنان، ما حلوا في منطقة إلا دمروها. الهدف الأول والأخير هو قتل أهل السنة. عندهم في كتبهم قال: لا يخرج مهديهم المزعوم حتى يصل الدم إلى الركب من دماء النواصب، يعنون بذلك أهل السنة. هم ينشئون جيشا الآن باعتراف أحد معمميهم لغزو الكعبة، لغزو مكة. نعم، هؤلاء هم الروافض أعداء الله تبارك وتعالى، وهم واليهود وجهان لعملة واحدة. نسأل الله تعالى أن يرينا فيهم يوما أسودا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بهلاكهم.